معناها تقسم بالله إنه كلامك كل صحيح. نعم. جيتنا نهار في لايف وقلت هذا بجنبي سيدنا يوسف، كلامك صحيح. نعم سيجار واخر ما فهمتش يعني معك قسم بالله العظيم مصدوم يعني كيفاش يفسرن السبب اللي لأجله أنا عملت اللايف، فهما حضروا باش يحكيوا لكم ويأكدوا لكم اللي الكلام اللي نحكي فيه صحيح هما بنفسهم. شكون هما؟ الأولياء والأنبياء. نهارين تلقى حل المرض المستعصي كيما الكونسير بالضبط. نعم. مش نلقى الحل، هو إذا كان الشخص هذا يبرأ معناه يطبق اللي أنا قاعدة نقوله فيه، إذا شاء الله سبحانه وتعالى يبرأ. هذا هو اللي يصير. أي إنسان داخل بنية سليمة يصلح روحه رقم واحد. أنت مقتنعة بالكلام اللي تحكي فيها؟ طبعا. وحذر رمادي مع وسيط، ما حكيت لك أنا قلت لك مع خلال الوسطاء تقدر أنها تحذر كائنات أثيرية كثيرة، فتم احذر رمادي يا أخي، مش روحه هذا ولا روح رمادي ما باش نفهمه خاطر الروح نتاع الرمادي باه حضرت مع إنسان ما تعرفه في تونس باه جاء قال لني رمادي الشيخ هذه يعني نأكد لك الهذومة اللي تحضر معهم بكل فهمتني قاتلينها بالشيخة فهمني دونك تلمو ضرب ليريكا وسطالي والواحد اللي نحكي معاهم الكلهم الناس باك حط بلوس قداش من عام هي ويعمل فهمتني يعمل في الجوانت ويعمل في نتصوروا كيما هكا والكوكا ومخه هج يستخدم حتى الدخان ما يستخدمه أبوي قسما مرض ما لمسيك. دونك أنا قاعدة نحكي مع شخص وعي منخفض جدا، هذا هو كل شيء. ذاك علاش لا تستطيع أنك تستقبل معلومة لم تتعود عليها. يعني أنت تماما كما قوم قريش لما قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ميسالش فهمت علاش أنا كلامي غريب عليك، خاطر أنت ما سمعت بهذا في آبائك الأولين، فبالنسبة لك أنا نحكي في دو نابورت كوا. عسلامة ومرحبا بكم في مسكوزي بودكاست. ضيفتنا اليوم مدام سونيا، مرشدة روحية وخبيرة في الماورائيات. تصريحاتها مثيرة للجدل، تطرح أفكارا حول العلاج بالطاقة النورانية والقرآن الكريم. مرحبا بك مدام سونيا. مرحبا بك. قبل ما نبدأ الحلقة تحب نقول إنه كل التصريحات والآراء تمثل السيدة سونيا، ونحن كمسكوزي بودكاست نحترم كل آراء ولا نتبناها. بسكوزيا ولا يا مدام؟ بسكوز. ها؟ إيش بيكش ترقد؟ بسكوزيا. فيش قاعدة حتى شيء. ها؟ مركزة في الريدو راك باش نكون مركزة. هيا به. فما شكون يشوفك تعالج الأمراض، وفما شكون يقول اللي تعمل فيه أنت نوع من الشعوذة. شكوني هي سونيا؟ مؤسسة مدرسة الشفاء للعلاج النفسي الجسدي بالطاقات. الحمد لله من فضل ربي في مدة قرابة 7 سنوات أو أكثر، المدة اللي بداية الطريق القوي في العلاج. من فضل ربي أنا نفسي يعني لا أدعي لنفسي أي قدرات خاصة، كل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يشفي من يشاء. تم علاج كل الأمراض الجسدية والنفسية والروحية. شو تداوي أنت بالضبط؟ تقريبا حتى اللي أنا ما كنتش نتصور أنه يتداوى ربي سبحانه وتعالى داويه. مش example شنو تداوي كثير يعني كل الأمراض اللي أنت تتصورها يعني. عد من الأول وانزل وسمي كل الأمراض: ثنائي قطب، انفصام شخصية، سرطان، تصلب لويحي، فايبروماليجيا، غدة، قولون، شقيقة، مشاكل في العينين، مشاكل في الجهاز التنفسي، مشاكل في مسالك التنفس، قلب، كلى، كبد، كل شيء، رحم، كل شيء. شنو قريت العدة دورات في العلاج بالطاقة والتقنيات. فورماسيون تاعك
لا ما عنديش فورماسيون واحدة، أنا عندي عدة، يعني باش نبقاو نسميو خذيت للصباح. الباك معناها؟ طبعا بالطبيعة. ومن بعد الباك شنو ومن عملت؟ بعد خرجت. عملت ميديسين؟ لا ما عملتش ميديسين. ماشي عمل. كان عملت ميديسين راني كيما الناس الكل، معناها ما فماش. نحبوا نعرفوا شنو قريت. لا قريت بالأساس أنا الدكتوراه متاعي لما كملت قريت في التنمية البشرية، دكتوراه مهنية في الاستشارات النفسية، اختصاص أسري في تونس هذا. هاي، ولكن قريت عدة دورات في العلاج بالطاقة، يعني تقريبا مدارس كثيرة. من بعد تخصصت في أني خرجت مدرستي الخاصة من خلال خبرتي في العلاج، خرجتها يعني حاجة مش كما اللي أنا قريته، اللي قاعدة نقدم فيه من خلال خبرتي في العلاج خرجته، اللي هي سبحان الله كانت حاجة بالنسبة لي تشبه الصدفة، يعني ما كانتش حاجة مدبر لها. يعني أنا ما كنتش نتخيل بالمرة إني أنا باش نولي نقدم علاج للناس أو شفاء للناس، تحطيت في هذا الشيء بتقدير إلهي. شنو هو الموقف هذا اللي خلاك أنت شلقت بروحك اللي أنت تعالج الناس؟ صراحة أنا كي بديت يعني خليني نقول لك، أول شيء أنا كنت في السعودية مدربة لغة إنجليزية ناجحة جدا، وفجأة حسيت اللي ربي سبحانه وتعالى سكر كل شيء وكأنه كما نقولوا أغلقنا المشهد باش نبداو مشهد جديد. لما بدأ مشهد جديد كنت نفكر أني أنا باش نقدم دورات في اختصاصي، يعني الإرشاد الأسري، في إعداد المرشدين الأسريين والمدربين إلى آخره. لقيت اللي ما نعرفش كيفاش بديت نقدم في دورات الطاقة، عندي لها هكا يعني ميل. لما بديت نقدم في دورات الطاقة ما كانش يخطر في بالي اللي هي فعليا باش يكون عندها أثر. بديت على أساس أني أنا نكون مدربين أو مش عفوا معالجين بالطاقة. بعد ذلك اكتشفت وإحنا قاعدين ندربوا اللي فعليا أمراض يعني لا أنا تخيلتها ولا المتدربين تخيلوها تم علاجها. فوجدت أنه في ناس بالطبيعة يستغلوا شهادة المعالج في أنهم يدجلوا على الناس وهم ما عندهمش قدرات في العلاج، فقط بالشهادة بالورقة هذيك يحب أنه هو ياخذ فلوس من الناس ويوعدهم وعود كاذبة. قلت علاش ما نوليوش بدل ما أنه كل إنسان يبقى عمره كله رهين معالج معين ولا من معالج المعالج، علاش ما تتعلمش أنت كيفاش تعالج نفسك وتعالج نفسك أنت؟ أن نحبك تتحرر، أن ما نحبكش تبقى متعلق بأي حد. يعني المنهج اللي نستخدمه هو لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد سمكة. معناها واحد مريض بالقلب يتعلم كيفاش يداوي القلب متاعه، مش باش يتعلم كيفاش يداوي القلب متاعه. احنا عنا البرانسيب كله انه الامراض اللي تصير للانسان بالاساس عندها اسباب نفسيه وروحيه. الكونسير عنده سبب نفسي وروحي. نعم. والسكر وطاقات سلبية، فهم يتعلموا كيفاش يتم إزالة الطاقات هذه، وبمجرد إزالتها إذا شاء الله سبحانه وتعالى بتبيع كله بإذن ربي، لأنه ينجم الإنسان يكون مريض خاطر ربي غاضب عليه، يكون المرض هذايا غضب من عند ربي، ما نجموش نزيل غضب الله. لكن إذا الله سبحانه وتعالى يريد أنه الإنسان هذا بعد ما تعلم دروسه في أشياء معينة لازم الإنسان يتعلم غضب ما عند ربي. أي في كثير من الأحيان طبيعة مرض أي اختبار ينجم يكون غضب من الله بطبيعة، مش ابتلاء. ما هو ينجم يكون ابتلاء وينجم يكون غضب. حب. بالضبط لما يكون غضب فإنه غضب من الله سبحانه وتعالى. لما يكون ابتلاء هذا يعني إنه ربي يريدك تغير شيء في نفسك، تبحث على الغلط وتغيره. أول ما أنت تغير. شو الغلط في إنسان عنده السكر؟ لا ما تعرفش أنت شنو ممكن يكون الغلط كثير. يعني أنا ما عادش البنكرياس نتاعو ما عادش يضخ الانسولين. نعطيك أنا شنو تعمل له بالضبط؟ لا ما نعمل له حتى شيء. أنا ما نعمل شيء، أنا نعلمه هو اللي يقوم يداوي روحه ويتبعني في التمارين اللي قاعدة نعمل فيها. ناخذ مريض السكري شنو يعمل بالضبط؟ في تمارين معينة مع العلم، مع رفع الطاقة، مع رفع الوعي، هذا كله خلطة كاملة هي اللي تقوم بالعلاج. ما عنديش حاجة معينة نعملها ولا لمسة سحرية ولا آية ولا سورة، لا الأمر مش بهذه الطريقة. كيفاش ولا نحبوا نعمل؟ ما هذا علاش هي دورة يومين، يعني دورة 16 ساعة. تحبني أني نلخص لك أنا الفكرة الآن؟ في نهارين تلقى حل المرض المستعصي كما الكونسير بالضبط. نعم. مش نلقى الحل، هو إذا كان الشخص هذا يبرأ معناه يطبق اللي أنا قاعدة نقوله فيه، إذا شاء الله سبحانه وتعالى يبرأ. هذا هو اللي يصير. أي إنسان داخل بنية سليمة يصلح روحه رقم واحد. أنت مقتنعة بالكلام اللي تحكي فيها؟ طبعا على خاطر عندي
آلاف حالة الشفاء بالطبيعة باش نكون مقتنعة، مانيش بديت البارح ولا عندي 2 ولا 3 شفاء وجيت نحكي لك باغازار. أنا نحكي لك بناءً على آلاف حالة التشافي راهو. واصلة الآن فوق 5000 متدرب ومشترك معايا. كانوا عندهم أمراض مستعصية من واحد داويتهم أنت. الحمد لله. سكروا معناها السبيطارات. لا على خاطر السبيطارات فما قدامهم ملايين الناس المريضة يعالجوها، بينما أنا قدراتي عفوا قدرة استيعابي يعني استيعابي للمشتركين بسيطة جدا يعني. هو من شاء الله له انه يتنمى ويتطور في الوعي، ومش الناس الكل، عنا شروط للحضور، مش الناس الكل، عنا عمر معين وعنا مستوى دراسي، يعني احنا نقبلوا من عمر 22 سنة الى 55 سنة، ولازم يكون مستوى الدراسي فوق الثالثة ثانوي. اللي مش قاري ما نقبلوش. ما خاطر ما يبراش هذاك. مش ما يبراش، يبرا. لا يبرا. لا يبرا. شنو هما اللي ولكن انا لانه نقدم له علم، نحب ناخذ الناس اللي انا نكون اكثر واثقه انهم هم باش ينجموا انهم يتقبلوا الكلام اللي نحكي فيه، اليوم فعليا باش يعطيوني نتيجه اقوى، رغم انه فما ناس اكبر وناس اميين وخرجوا بنتائج فوق الروعه، ولكن قاعده نحاول نحصر العدد باش ناخذ نتيجه ما خير. والنتيجة انتم باس تخدموها في وسط السونتر، تعملوا تحاليل كله بمشيئة ربي سبحانه وتعالى. تنجموا مثلا يدخل واحد عنده مخزون سكر مع 12 13 ومن بعد جيست تبدلوا النوت. احنا نبدلوا النوت نتصور ملك كيفاش هو التحليل يقوم به، هو يرجع للطبيب ويحلل ويلقى روحه برا. اي هاو تو نوريك، نجم نوريك تو. عندي مشتركة في فيفري بعثت لي راجلها نقص المخزون، وسبحان الله اليوم فقت بيه وتهبطوا ستوري، راجلها طاحلوا المخزون. نشوف التليفون اللي فيه انترنت، راجلها طاحلوا المخزون متاع السكر هذا في فيفري، وتفقدتها انا الجمعه اللي فاتت، قالت لي راهو راجلي مازال يدعي لك وراه ما عادش ياخذ الدواء، جست راهو معناها باش يبدا متاكد من روحه، مش قاعد ياكل في السكر، يعني محافظ على الريقله ولكن ما عادش ياخذ في الدواء. ما تخافش اللي تعمل فيه خطر العباد. كيفاش؟ اون برانسيب يتعدى الطبيب. شنو كيفاش؟ بالطبيعه هو يتعدى الطبيب، وبعد ما يلقالوش حل الطبيب يجيك لك انت. بالطبيعه. وبعد ما يجيني انا يرجع بعد ما يجيني انا طبيعة. بعد ما يجيني انا يرجع للطبيب وزاده يتاكد من خلال طبيبه اللي هو تشاف، يعني مش هو من راسه. فهمت به. لحظات نوريك ستوري. هيا فيديو مسجل. هاي تفضل اقرا. ارجع ستوري اللي قبلها بعديك ارجع لها باش تلقاها برشا. مشكوره. لا مش طويل فيسا او كفيه التحاليل. مشكوره دكتوره سونيا، وجهك الملائكي وصوتك لا الفيديو اللي قبل. راجل هذا ولا امراه؟ هذه امراه. تحسوا يبزز فيك. لا الفيديو اللي قبله. اللي قبله لقيته فيه تحاليل، هاكا تصوير تحاليل. اي تحاليل مش يجيك فيديو يتحرك فيه تحاليل جيك سكر. كان عنده 10. اي شو قداش ولا؟ شوف التحاليل ولا 6 معناها في قداش وقت هذا؟ في دورة نعرفش حضر دورة ولا دورتين، ما يظهر لي دورة واحدة، مش متأكدة بصراحة. معناها في سيادتك في نهارين طيحت المخزون من 10 ل 6. بالله السادة الأطباء يعطينا التفسير، خاطريني تبلوكيت بصراحة. معناها ما ولكن أنا نعاود راهو المرضى بالسكر مثلا في تونس يمكن أقل حاجة 2 ملايين، لكن أنا لا والله لا، قسما بالله أنا مشتركة في نهارين طيحت لها السكر ل 6. هي برشا. فما ناس في نهار ساعات ما شاء الله ياخذوا نتيجة، لكن أنا قدرتي في العلاج راهي بسيطة، راه مش القدرة في العلاج يعني مثلا في دورة مثلا يطلعوا 5 تعالجوا من السكر، مش معناها عندنا 2 ملايين إنسان مرضى بالسكر. احنا مش باهي الأمراض الكل كيفاش تعالجهم؟ شنو تحكي معاهم؟ شنو هالطاقة هذا كله باش تلقاه في الدورة. شنو نعاود نحكي لك الدورة كاملة تو مثلا؟ احكي لي البازيت تاع الدورة. البازيت نتاع الدورة انه احنا نعتمدوا على العلم، والعلم يرفع الطاقة ويرفع الوعي وتصلح حاجات في روحك نفسانيا. علم جديد هي بالطبيعة. شنو نحكي لك؟ انا قلت لك مؤسسة مدرسة الشفاء للعلاج النفس الجسدي، يعني نحكي لك على حاجة انا اللي اسستها بناء على تجربتي في علاج الناس.
خرجت بحاجة جديدة بالطبيعة. علاش أنت تتقبل أنك تشوف حاجة جديدة في اليابان وفي كوريا وفي شرق آسيا وفي أوروبا، وكي يكون تونسي يعمل حاجة جديدة ما بصراحة وحتى ما تنجمش اليابانيين تستقبلها. والأمريكان ما يحشموا باش يقول لك نداوي كل الأمراض في نهارين. بصراحة معناها ما وصلوا لهاش. ما يوصلهاش. هاي من أنت حسن وصلت حظك لها انك معناها. انت عندك تونسية كيفك وصلت لها. هذا خاطر حسن حظنا اللي أنت علاش بحذانا بصراحة. تعرف علاش تعرف ها؟ علاش ما وصلوش وين وصلت؟ قل لي علاش. علاش؟ على خاطر انا نستعين بربي، ما فماش اقوى من ربي من الاخر. وذاك علاش نقول لك هم بقرة بحصان. هم يستعينوا يستعينوا بالطاقة، بربي زاد. يستعينوا بالطاقة، هم يخدموا على الطب في الطاقة. تونس وفي العالم العربي كل، وحتى المسيحيين لا واليهود لا كلها تستعين هي بربي. يستعينوا بربي، الناس كلها تعبد ربي. استعانتك ظهر فيها حاجة. استعانتي أقوى. استعانتي إنه ربي سبحانه وتعالى يحب يساعد العباد. شكون يا سونيا؟ أنت عرفتني مرشدة روحية، مؤسسة مدرسة الشفاء للعلاج النفس الجسدي، دكتورة في الاستشارات النفسية الأسرية، خبيرة في علوم الماورائيات. خبيرة في العلوم الماورائيات. شنو هذا الماورائيات؟ شنو العلم هذا؟ ماورائيات رسالتي فيها أني نقدم للناس توازن بين العالم الروحي والعالم المادي، لأنه احنا الآن حاليا عنا الكثير معناها من الميل الكبير للعالم المادي. العالم الروحي أصبحنا في غفلة كبيرة عنه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم معرضون. فالناس ما عندها غفلة كبيرة على العالم الآخر اللي هو عالم روحنا. احنا متكونين من جسد وروح، احنا نعرفوا جسدنا ولاهين بيه ولاهين بجسدنا وجوجهنا ولكن الروح ما عندناش علاقة بها. انت الدواه. دوري اني نرجع لك علاقتك مع روحك. في احيان كثيرة الروح تكون تعاني معك. وانت علاقتك مع روحك انت كسونيا ايش بها؟ كيفاش تحس في روحك معناها نورمال؟ كيفاش نحس في روحي نورمال؟ ما خممتش مثلا، يعني مثلا نخمم نمشي لطبيب نفساني، انت ما خممتش تمشي لطبيب نفساني. علاش نمشي لطبيب نفساني؟ علاش مثلا؟ ما خممتش معناها حتى لا ابدا. ضد انت معناها. لا مانيش ضد. بالطبيعه الانسان يلزمو ديما يبحث كيفاش ينمي نفسه، ما يلزمو ديما يحاول انه اذا لقى انسان احسن منه يمشي له، اذا لقى انسان طاقته خير منه يمشي له. ما عندي حتى مشكل اخي. باش نجم نعالج انا ملايين الناس لازم كلهم يجوني لي انا قدرتي محدوده. اساسا نعمل دوره مره في الشهر وعدد قليل، فما نجموش الناس كل يجوني. احكي لنا على مريض المرض نتاعو مستعصي وداويته. كثير. سرطان، تصلب الويحي، مرارة، كبد، تليف كبدي. من بعيد هذا من غير ما تمسه معناها. أي لما نمس حد، من مس حد. كبدة نتاعو شنو صار فيها؟ فما ناس يكون عندهم تليف كبدي. أي. من غير ما يعمل زرع كبد يجي لك انت نعمل سيجار والله شو شت لي مخي. عادي. ربي رحمته قريبة من الناس. ربي سبحانه يحب يورينا آياته. راهو شافنا بعاد برشا وولينا أكيد باش يستخدم إنسان ربي. يعني أكيد إنه باش يورينا آياته سيستخدم لذلك. طير ساعة ولا ما طيرش. لا يمكنش. ما طيرش. لا ما نطيرش. لا ربي باش يستخدم آياته. كيف يستخدمها الله سبحانه؟ كيف يورينا آياته؟ دائما عن طريق إنسان. يعني هذا على فكرة تكليف وليس تشريف. يعني مش سهل. أنت مكلفة معناها. بالطبيعة مكلفة، وهذه حاجة مش سهلة. راه ما تصورش اللي أنا حياتي سهلة. بصراحة في مستكوزي مكلفة بشنو بالضبط؟ باللي تعمل فيه، خاطر اللي تعمل فيه عندك قوة خارقة أنت. ماهيش قوتي أنا، قوة ربي في الآخر. أنا ما عندي حد شيء. والدليل شنو مثلا باش تعرف انا مش قدرتي. باش ناكد لك انا مش قدرتي. لو كان قدرتي انا مثلا ما يخرج حتى حد مثلا الا هو متكفي شفاء كامل. مش قدرتي واحد. ربي يختار. في ناس على فكره يكون ربي سبحانه وتعالى مش راضي عليهم، قلوبهم سوداء، فما ما يصير لهمش العلاج.
لو كان قدرتي أنا راني عالجتهم، لكن هي مش قدرتي أنا. ربي هو اللي يختار من يشافيه ومن يريه رحمته ومن يفرج عنه، الله هو اللي يختار. أكيد. يعني احنا في الآخر نستعين بالله سبحانه، استعانة بالله فقط، مش بالطاقة ولا بأي شيء، كلها استعانة بالله. مدام سونيا، لو كلامك صحيح، شكون أكثر واحد تحسه يخاف من كلامك ويخاف من الحلقة هذه؟ أي إنسان غارق في الماديات وما عندوش علاقة بالعالم الروحي، أو الناس اللي هما يدجلوا على الناس ويكذبوا عليهم ويمنيوا فيهم. أنت تشوفي روحك صادقة مع الناس على الآخر، شنو السر هذا؟ وأنا دايما نقول أقسم بالله العظيم. علاش نقسم بالله العظيم؟ على أني عمري ما قلت كلمة في أي مكان في الإعلام أو على صفحتي أو أي شيء كذب. كلمة، عمري ما قلت كلمة كذب، والناس تعرف أني أنا صادقة، وذلك علاش يحبوني. وعلاش أنا نحلف؟ لسبب واحد فقط. فما برشا ناس شياطينهم تتقوى عليهم بالشك وسوء الظن، مش أنا نعاونهم إنهم ما يعيشوش في حالة الشك وسوء الظن وياخذوا إثم فيا. معناها تقسم بالله إنه كلامك كل صحيح. نعم. جيتنا نهار في لايف وقلت هذا بجنبي سيدنا يوسف، كلامك صحيح؟ نعم سيجار واخر، ما فهمتش يعني معك قسم بالله العظيم مصدوم، يعني كيفاش هي فسرن؟ انت خدت تقسم بربي ومتأكدة؟ أنا ما نحبش نعاود نجبد الحاجات هذه، خاطر بعيدة على وعي برشا ناس. ونعرف اللي أنا الحاجة اللي اعتذرت إني صدمت الناس، اعتذرت إني تكلمت كلام بعيد على وعي الناس. فسروا بشوية بشوية، هاني معك شنو صار بالضبط؟ باهي، اللي صار هو بداية من خلال الدورات، لأنه كما قلت لك أنا لما تستعين بالله سبحانه وتعالى تحضر عدة جنود من الله سبحانه وتعالى، اللي هي الأرواح اللي اكتشفته أنا من بعديك من خلال حضور أرواح على لسان الوسطاء، اللي الأرواح موجودة في عالمنا وعايشة معانا وتعرف كل شيء قاعد صاير، وإنها تساعد فينا وتدعم فينا وترشد فينا، وهي جنود من الله معانا، سواء كانت أرواح صالحين، أرواح مريدين، أرواح أولياء، أرواح أنبياء. باهي لما شافوا اللي كما قلت أنت الحاجة اللي نقدم فيها أنا مش سهلة، والأعداء اللي يعاديوا فيا وينتقدوا فيا ويهاجموا فيا حاجة مش سهلة، ومش سهل أي امرأة راجل ما يتحملهاش، مش امرأة. فربي سبحانه وتعالى سخر لي الأشياء هذه باش تحضر وتدعمني. ما كانش عندي لحظة فكرة إنها ممكن إنها تحضر يعني. سامحني خاطر ضحكت. علاش ضحكت؟ ضحكت كيفاش معناها العباد تلمو فهمتني تكتب لك في الكومنتات الخايبة، ربي سخر لك جاب لك سيدنا يوسف باش يقول اللي ما سونيا صحيح هكا حسب ما فهمت. مش سيدنا يوسف، هو بالبداية كانت أرواح عادية. شمعت أرواح موتة معناها. أي. وبعدين صارت أرواح الأولياء، ومن بعد سبحان الله صارت أرواح الأنبياء. كيفاش جاو كذا؟ والله أنا ما كانش عندي أي فكرة إنه ممكن يحضروا، يعني أنا نفسي مذهولة بيني وبينك، مانيش نقول الإنسان اللي يهاجمني غلط، يعني أنا ممكن لو كان أنا سمعت مش يهاجم، هو تعش يقول أي أنا نفسي لو سمعت شخص آخر عنده الحاجة هذه ممكن كنت تقول مجنون، قول هذا غلط في روحه، مجنون مش غلط أو غلط في روحه يستخايل. لا صحيح. أنت جاوك الأرواح كاو معك معناها القرآن ونلغوه كما ايش نقول لك؟ شو نقول لك الحاجة؟ لا ليه نلغيه في القرآن؟ ما لخش متى تحكي مع الأرواح؟ ايش ندخل القرآن في الموضوع؟ باش نقول لك حاجة، أنا علاش صدقت الحاجة هذه؟ لأنها موجودة على فكرة، يعني مانيش أول إنسانة تكلم معايا الأرواح ولا تكلموا معايا أنبياء ولا أي حاجة، مش أول إنسانة، لكن انتم ما عندكمش فكرة على الحالات هذه. الحالات هذه ما عندهاش فكرة. إيه هذيك علاش أنا حالة حليلة كيف قال مش يقول لك للأسف، ولكن هذه هي للأسف يمكن الأطباء النفسانيين يمكن يعرفوا، تصور هما اللي يعرفوا باش نقول لك حاجة، الأطباء النفسانيين يمكن الأطباء النفسيين لما يجيوهم ناس
اللي هما عندهم قدرات روحية وتحضر معاهم أرواح وتتكلم سواء أو أولياء ولا أنبياء، وهذا هو اللي خلاني طلعت على الإعلام وتكلمت. يصنفوهم إنهم مجانين ويهزوهم سبيطار منوبة ويعطيهم دواء ودروغ ويخليهم يعيشوا مخدرين طول حياتهم. هذا هو اللي خلاني طلعت تكلمت حتى ننصرك الفئة الصغيرة هذيك اللي هما فرحوا برشا، قالوا لنا انت رجعت لنا الثقه في انفسنا، اللي احنا مانيش مهبله، احنا مانيش مجانين، عرفنا اللي احنا مانيش نعملوا في حاجه حرام، واللي هذه حاجه من عند ربي سبحانه وتعالى، اللي احنا حاجه ما نعرفوهاش شنو عند ربي. بلا عاودتها لي برشا مرات. باهي باش نفهمك. عباد موتى راهو ماتوا سيبون ماتوا، انت كيفاش باش تحكي معاهم؟ جسدهم بالنسبه لي انا باش نقول جسدهم مات، لكن الروح خالده. روحك موجودة منذ عشرات آلاف السنين وما زالت ستعيش. يعني أنت بحسب ظنك وقت اللي تموت أنت حطوك في القبر جثة، روحك شو تقعد تعمل؟ حاطة يدها على خدها تستنى في يوم القيامة؟ نجيب بحذاك أنت؟ لا، ماش تعمل؟ عندها مهمات أخرى تعمل فيها. كيما كل إنسان وكيفاش. فما ناس نجحوا في الحياة هذه دونك يتجندوا ويصبحوا من جنود الله وعندهم مهمات تحت إمرة الملائكة. أما الأرواح اللي هي أرواح شيطانية أو مجرمة أو كافرة وإلى آخره عندها مسارات أخرى، ربي سبحانه وتعالى أدرى أين يأخذها. طلعت البرزخ معناها أنت؟ ما طلعتش أنا للبرزخ. كيفاش طلعت للبرزخ؟ من الأرواح في الأرواح موجود. البرزخ بينكم برزخ. هاي في الآية ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون المؤمنين. الله سبحانه وتعالى قال، الله سبحانه وتعالى قال حسبتم الذين قتلوا في سبيل الله، في سبيل شهداء ذوك أمواتا أي وهم أحياء عند ربهم يرزقون. عند ربهم مش عندك أنت. خليني نعود لك الآية. باهي عاود لي. أم حسبتم الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون. أحياء ولكن لا تشعرون. والشهيد في سبيل الله ليس الإنسان اللي قتل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا شيء يعني اللي هم أحياء موجودين في عالمنا وموجودين معانا في البعد اللي احنا فيه. شكون فسر لك القرآن؟ ولما يحبوا نعم. شكون فسر لك القرآن؟ كيفاش مفسر؟ شكون فسر لك؟ كيفاش منين تقرأ في التفسيرات؟ شفت كلمة أو آية أحياء ولكن لا تشعرون. أنا ما كنتش فاهمة معناها فعليا، معناها قد نقرأ الآية ونمشي، ولكن لما حصل معايا هذا وتواصلت معايا الأرواح حتى تعلمني علم جديد نوصله للناس إنه يعني مسار الأرواح بعد الموت، فهمت ما معنى ولكن أحياء ولكن لا تشعرون. ساعتها فهمت ماذا يعني أحياء. كيفاش تواصلوا معك؟ أول روح جاتك كيفاش تواصلت معك؟ فهمني. أرواح الناس سواء جدك أي حد مات يبقوا موجودين في البعد اللي احنا فيه ويختاروهم. هذا في حالة ما نجحوا ومهمش مجرمين أو عندهم ذنوب أو يتعذبوا في النار وإلى آخره، يصبحوا من جنود الله سبحانه وتعالى. معناها القيامة صارت وسيبون، معناها تحاسبوا. لا 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 لا، احنا للأسف راهو مش فاهمين شنو يصير بعد الموت للأسف. يعني الفهم اللي احنا خذيناه في الدين راهو الفهم اللي يستطيع عقل إنسان مواطن من قريش كان لا يؤمن إنه لا يستطيع إنه يؤمن إنه هناك إله لا أراه. قال لك أنا جيب لي الإله قدامي نعبده، باش تقول لي اعبد إله ما تشوفوش، ما نستوعبهاش مخي. كيفاش أنت تحب تفهموا اللي الروح لما تموت تبقى موجودة؟ كيفاش أنت تحب مثلا تخيل أنت تجي الإنسان من موجودة عند ربي مش عندك أنت، هذاك علاش مش مستوعبين الموضوع هذا. أنت تجي الإنسان من قوم قريش وتقول له أنا باش عندي جهاز في يدي قد يدي هكا نقدر نكلم به إنسان موجود في القطب الجنوبي، شنو باش يعمل لك؟ هذا باش يهزك سبيطار منوبة هكا ولا لا؟ هكا ولا لا؟ لكن نفس انت الان مستوعب هذا الشيء. نفس الديسكور اللي تحكيو فيه براتيكمون، خاطر بصراحه معناها البروفيل نتاعك متداول، معناها ريت منه برشا. نفس الموضوع، الصوت كان قبل ما فماش ومن بعد ذاك تطور تكنولوجي وقاعدين نشوفوا فيه. لا تطور تكنولوجي ما ورائي. أنا وقت اللي نبعث لك تصويرة بالبلوتوث أنت تشوفي موجة البلوتوث ولا التصويرة وهي طالعة من تليفوني ماشية في تليفونك؟ هكا تشوف الأرواح أنت تشوف فيها موجة البلوتوث مش تشوف فيها. إذا علاش
كذب انه موجوده الروح وانت مش تشوفها. موجوده الروح، ما قلتلكش الروح ماهيش انت موجوده. روحك اللي موجوده في داخلك اللي قاعده الان تتحرك في جسد، انت تشوفها؟ انت تشوفها ولا انا نشوفها بالطبيعه؟ هكا تشوفي الانبياء وفي الواحد أنا ما كيفاش الانبياء فهمني. يوجد ناس ربي سبحانه وتعالى خلقهم عندهم قدرات خاصه، والناس انواع، يعني الناس عندها قدرات عديده معناها متعدده عفوا. فنوع من انواع الناس عندهم كما نقولوا احنا أونتين، يعني مثل الرادار في جسدهم. هذا الرادار قادر على التقاط موجات الكائنات الأثيرية أيا كانت الكائنات الأثيرية. ما هي الكائنات الأثيرية؟ ما هو البعد الأثيري؟ اسألني. البعد الأثيري هو البعد اللي موجودة فيه روحك. الآن أنت موجود في عالم المادي، ولكن لما عفوا ولكن لما أنت الآن موجود في البعد المادي، روحك موجودة في البعد الأثيري. وضحت؟ روحك الموجودة في البعد الأثيري لما أنت تنام تقدر تشوف الملائكة، تقدر تشوف الشياطين، تقدر تشوف أرواح أجدادك المتوفين ولا لا؟ كيريتهم انت ريتهم في المنام. انتظر علي الله يخليك. انتظر قاعدة نفسر لك حبة فسر لي. هكا ولا تقدر انك تشوف الاشياء هذه كلها في المنام هكا ولا لا؟ تقدر تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. كل هذه الاشياء تقدر تشوفها في المنام لما روحك تذهب للبعد الأثيري. اتفقنا؟ لكن في ناس وفي حالة الصحيان العادي عندهم قدرة على أنهم يستقبلوا ذبذبات الكائنات الأثيرية هذه. عندهم قدرة أنها تحل فيهم هذه الأرواح وتتكلم من خلالهم. تحل فيهم أرواح الملائكة أو الأرواح أو الشياطين أو الجن أو الأولياء أو الأنبياء أو إلى آخره. قادرة إنها تحل وإنهم يتكلموا من خلالهم ويوصلوا رسالة. وهذا مش في كل وقت، لما يكون في رسالة يعدوها، يعني مش لعبة مثلا نقول يلا يا روح فلان تجيني ولا يلا نحضر، لا مش هكا الموضوع. مالا كيفاش الأمر يصير مشيئة ربي، هو ربي يأذن ما تصير الحاجة هذه. إذا ما فماش داعي لها ما تصيرش. هذا نوع من قريب تقول أنا رسولة معناها. علاش أنا رسول؟ مالا شنو تحكي مع الأرواح ويجيو كيفاش سيدنا يوسف سامحني يعني سيدنا أنت عندك سامحني لحظة أنت قلت لي رسولة، يعني أنت تكذب إنه يوجد في ناس عندهم قدرات خاصة. أنا مش وسيطة، ما أنا كان قلت لك وسيطة مالش تقول عليا تقول لي أني أنا ادعيت الألوهية. هذا أنا ومانيش وسيطة. أنا هكا حكيت معاه أنت حكيت مع الوسيط اللي قال لك أنا سيدنا يوسف حاشاه معناه، فهمت؟ اما قال لك انا سيدنا يوسف باهي شيك اول نهار جاك شنو حكيت معه؟ والله كلام كثير لانهم يجوا يحاولوا يدعموني. انت تو قلت لي انت مثلا كيفاش تقدر هبطوا في التيك توك انت؟ للاسف انا حاولت اني هكا ما عرفش، ما سوء تقدير مني صراحه اني انا قدمت حاجه صادمه هكايا للناس، يعني بما اني انا تعودت عليها وبالنسبه لي عاديه فكان سوء تقدير مني قدمتها للناس. وكبسوا في الموضوع ولا؟ صدقني مداخيلي في اللايف اقسم بالله ما تتجاوزش 2000 فرنك. اكثر نهار خديت فيها فلوس وصلت 15 دينار. لا ونحلك وتفرج في لا صادقه قسما بالله. البارح عملت لايف دخلت 700 مش حكي الشخصيه اللي انت اعتبرتها فرنك تونسي. الشخصيه اللي اعتبرت انت سيدنا يوسف شو حكايه في اللايف؟ هم دخلوا في اللايف لغرض معين، او انا مش نقول لك علاش انا تهورت عملت اللايف هذا بدون تهيئه. كنا ساعتها وصلت الرساله في انه باش يصير في حرب من الرماديين. ايش نرجعوا له موضوع لا ما هو هذاك هو الاساس علاش اتعمل اللايف بالاساس. في الاعلام والناس الدولة تحكيوا على كل شيء الا السبب اللي لاجله انا عملت اللايف. فهما حضروا باش يحكيوا لكم وياكدوا لكم اللي الكلام اللي نحكي فيه صحيح هما بنفسهم. شكون هما؟ الاولياء والانبياء. والله ما عليها هكا وتحكي ونغزر لك معناها. بالنسبه لي انا موضوع انا الموضوع ماهوش عادي يعني بصراحه معناها. اما كيفاش تحكي فيه انت كيف حضروا باش يقولوا العباد في التيك توك. انا بالنسبه لي وهذا هو السبب اللي لاجله برشا ناس قالوا لي شبيك تحكي بطريقه تلقائيه ومش متكلفه معاهم، لانه تقريبا يوميا نحكي معاهم. يوميا تحكي معاهم؟
فلما حضروا في اللايف كيفاش تحكي معهم؟ عادي، كيفاش تحكي معهم؟ في التليفون في تليفون ولا مباشر؟ تحكي مع العباد هذوما اللي هما يقول لك يعني العباد هذوما ما تحكي مع ناس عباد نتمسهم وبشر كيفنا كيفهم وهما فيهم الروح نتاع يعيشوا في تونس هذوما. معناها سيدنا يوسف يعيش في تونس تو روحه تعيش في تونس معناها؟ لا مش روحه تعيش في تونس، روحه تنجم تكون موجودة في أقصى العالم وتحت في برشا عباد معناها. لأنه لما يكون هما فما رسالة يلزمها توصلني يستغلوا وجود أي شخص عنده قدرات أنه يكون عنده قدرة الوساطة الروحية حتى يوصل الرسالة. مش نحكي لك أنا حاجة مثلا حاجة أنا مش موجودة فيها، ما تخافش من التصريحات غريبة. مش نحكي لك أنا حاجة، مش نحكي لك حاجة غريبة. مرة وسيطة من الوسيطات كانت قاعدة تغسل في الماعون وبنتها وولدها وولد الجيران قاعدين في الصالة، دارها صغيرة هي قاعدين في الصالة يتكلموا إنه هو قطع علاقته مع خطيبته ومتأزم الموضوع ومعناها مشكلة عاطفية. تحكي الوسيطة سيبت الماعون ومشيت قاعدة بحذاهم. قل لي شكون حضر؟ شكون حضر؟ مش بس تتخيل. قل لي أنت. ابن حزم الأندلسي اللي كاتب كتاب طوق الحمامة، تعرفوا؟ قريته أكيد في السنة 6 ثانوي قريناه. يمكن. أي ابن حزم الأندلسي متخصص، ابن حزم الأندلسي في أمور المحبة والزواج والأمور هذه. جاب حذاه حذر وبقى ينصح فيه في نصائح على المحبة والمرأة يعني كلام، وهما كانوا شباب باهتين مش فاهمين عاملين هكا كل. جاي ركش بحذاهم حكي لهم شربش التاي عقيل فرحوش بيه. هما بقاو مذهولين. شرب التاي وشربوه الماء. هما بقاو مذهولين ويتكيفوا هذوما الأرواح كي يتحطوا ولا دخان. لا ما يجيش انت تبقى تستهزئ انت قاعد والله لا مش بصراحه ما خاطر انسان يعني مثلا تو اني انسان نحب نعمل فهمتني قهوه كذا نعطي نصيحه ناخذ فلوس مثلا. روح ما تحتاجش الاشياء هذه، ولكن الارواح تحتاج حاجه اخرى. لا تستطيع الروح انها تحضر وتتكلم الا على انسان فما عنده طاقه نورانيه. يعني مثلا انسان عنده شيطان او جن صرعه ممكن يقعد 3 أيام مصروع يتكلم على لسانه، ولكن الروح لا تستطيع أن تحضر إلا إذا فما عندك طاقة نورانية تصلي وتقرأ في القرآن، عندك طاقة نورانية تستطيع أن هي من خلالها أنها تتكلم. وذلك علاش يتكلموا الوسطاء بحضوري، خاطر في الأثناء ياخذوا في الطاقة من عندي باش ينجموا يتكلموا باش ينجموا يحضروا ويحكيوا. لازم تعطيهم أنت طاقة. أي يصير فما تبادل طاقة باش ينجموا يكملوا الكلام مدة طويلة. يا سونيا يا سونيا كلام كبير على عقول برشا ناس، من الأفضل مش لازم نطرحوا له. ما في كلامك انت معناها كبير على برشا عقول. هاو منهم عقلك انت يعني ماكش قادر تستوعب. ما يستوعبوش اني عقلي بصراحه على قد معاك. دونك مادام هذاك هو الوعي نتاعنا دونك ما في داعي نحكيو فيه الموضوع. وانت تو جيت باش توعينا معناها. لا انا ما جيش نوعيكم، انا ما حكيتش الموضوع، انت حبيت تحكي فيه دونك انا راني شرحته لك علميا وفهمتك. حبيت انت حكيتوا لي علميا. اي فهمت انت القران واللطف ونلغوه العلم ونلغوه. شكون قال القران؟ انت كلامك هذا ممتع نحيت برشا حاجات بصراحه. انت هل اتيتم بدين جديد؟ كيفاش الغينا القران والغينا العلم؟ خلي تحكي فيه راه حرام. كيفاش حرام؟ حرام اللي متى تحكي مع ارواح وتحكي حرام. هذه حرام مش حرام اخي. شنو جاك سيدنا يوسف وجاو كانبياء صلى الله عليه وسلم بريء منك بصراحه معناه من المواضيع اللي تحكي فيه. دونك ما تربطليش عايش اختي بالدين. يمكن اللي تعمل فيه انت بصراحه اللي تعمل فيه انت ايش فيه ماني بصراحه. اما يتبعوا فيك برشا من الناس. عفوا انه الانبياء او الارواح او الاولياء او ايا كان موجودين في عالمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مشى في رحله الاسراء والمعراج صلى بكل الانبياء. لو كان جاوا موجودين في البرزخ رسول هذاك سونيا رسول هذاك في بيت المقدس ويصليوا. هذه رسول هذاك فاش تحكي هو في قومه ساعتها ما يعرفوش اللي هو رسول. احنا نعرف وين يعني كمستكوزي نعرف اللي هو رسول ومصدق. كلهم كذبوا ولم يصدقوا الا الصديق ابو بكر الصديق. لأنه انت ما يصدقك الا الصديق. اللي تحب تقول لي ما يصدقك الا الصديق. لا الناس اللي وعيهم عالي هم اللي نجموا انهم يصدقوه، والناس اللي حضروا عليه باش يبدا في علمك. علاش هو فما ناس صراحه مادام اللي تعمل فيه انت خليني نحكي لك تفضل. لانه وقت اللي احنا نكونوا عندنا طاقه نورانيه كبيره، وقت نعملوا التاملات نتاعنا في دوره التشافي العميق تحضر التشافي هذا بصراحه. التشافي اللي تعمل فيه انت اذا كان ماهوش يضر في العباد، اذا كان مثلا انت خاطر راهو حتى في قبل
هو مثلا يعني عندي مشكلة مع الرقية الشرعية. قبل الإسلام كانوا الرقية الشرعية هي ما قبل الإسلام، كانوا يجيوا الكهنة ويبدأوا يقولوا في كلام تك الإنسان يحس في روحه مرتاح. جاء الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم يحب العادة هذه خاطر ما تضرش، قال لهم اقرأوا القرآن. معناها هما في الجاهلية كانوا يقرأوا في القرآن، ما كانوش يقرأوا في القرآن، كانوا يتمتموا في أي كلام. من قبل حتى ميلاد سيدنا عيسى راهو الكهنة موجودين والرقية موجودة بطريقة معينة. جاء الدين وقال أقرأ قرآن تو الإنسان يرتاح. دونك إذا كان أنت تقرأ في قرآن تعمل في حاجات ما تضرش والإنسان هذاك يشوف في روحه ارتاح معاك انت يرتاح، حس في روحه، يحس بدنه مرتاح مع الكلام تقول فيه، مع الطاقات اللي انت تدعيها هذه اللي انا مش فاهم كيفاش هالماجيك هذا اللي جاك لك انت يحس في روحه. موضوع يخصني وحدي ما صحي دونك مادامو يرتاح انا ما يقلقنيش. المشكل في معاه المشكل فاش كل انسان مريض بالكونسير، مريض بالقلب، مريض بالواحد، تقول لي في نهارين يبرا استوعبت انه الناس تتشافى ولا استوعبت انه فما ارواح تتواصل معنا. انت الكلام اللي تقول فيه في الانترنت، تقول فيه معناها تقول فيه للناس كل معناها جوست تاني جبتك البودكاست باش تزيد تحكيه ونطرحوا الموضوع. نستهزئ مانيش نستهزئ، ما يجيك ما فيهوش حتى تصرف معناها متاع فهمتني. مرأة تبدا تضرب في روحها تقول على البلاد كنتي تحاول تستوعبه، ما عملت حتى محاولة، انت فقط جالس الان تتعامل مع المخ السفلي فقط، ما ماكش مستخدم المخ الروحي متاعك، مقيل المخ الروحي بتاعي مستكوزي على الروح. به نتعداو الموضوع الرمادي. زاد البارح اون برانسيب البارحة الأولى عملت لنا لايف على الرماديين. شنو هي الحكاية؟ هذا هي اللي على خاطرها صارت عندي المشكلة متاع الأنبياء اللي ما صدقتوش، خاطر بالأساس احنا قلنا لو كان ممكن أنه يحضر معنا أولياء أو أنبياء باش يدعموا كلامنا لما حكينا لكم على موضوع الرماديين، لا أكثر ولا أقل. انه حاليا والمخطط له حسب ما تشوف الان، وذاك علاش توا رجعت نتكلم فيه الموضوع بحسب نشر الوثائق اللي جالسه تنشرها المخابرات الامريكيه، وجالسه تعترف بوجود مخلوقات اخرى ومخلوقات فضائيه ومركبات وانه اخفيت على الناس انه وجود كائنات اخرى والى اخره. فرسالتي أنا لازمني نوصل لهم المعلومة هذه. هذا هو وين موجودين المخلوقات هذه تحت الأرض. هذوما رماديين اللي هم عندهم خطة أنهم باش يعملوا غزو على الأرض. عادة الأرض ديما مطمع، صار فما غزو من أنوناكي، لا وجها لوجه لا، صار فما غزو. شو اللي يخليك متأكد اللي هم موجودين؟ فوالا أول حاجة إلهامات برشا جاتني، ثاني حاجة في كل مرة كانوا يحكيوا الأولياء والأنبياء أكدوا لي المعلومة، ثالث حاجة وصل إنه حضرت والله محلاها تبدأ خارجة من فمك هكا كلموك الأنبياء والأولياء وأكدوا لك الموضوع. أي علاش كلموك قلت لي؟ وحضر رمادي مع وسيط، ما حكيت لك أنا قلت لك مع خلال الوسطاء تقدر أنها تحضر كائنات أثرية كثيرة، فتم اختطاف. حضر رمادي يا أخي، مش روح هو ذاته ولا روح رمادي، ما باش نفهموا خاطر الروح نتاع الرمادي. باه حضرت مع انسان تعرفه في تونس، باه جاء قال لني رمادي. الشيخ هذه يعني نأكد لك هذوما اللي تحضر معهم بكل فهمتني قاتلينها بالشيخة، فهمني دونك تلموذ رب ليريكا وسطالي والواحد اللي نحكي معاهم الكلهم الناس باك حط بلوس قداش من عام هي ويعمل فهمتني يعمل في الجوانت ويعمل في نتصوروا كيما هكا والكوكا ومخه هجر يستخدم حتى الدخان ما يستخدمه أبوي قسما مرض ما لمسيك. ناس مستقيمة جدا وتصلي وملتزمة وأمورها 10/10، فما حتى حد فيهم عنده أي ربع مخالفات، ما عنده حتى شيء حتى الدخان لا. بالكش مش بالكش يعمل في حاجة تكون انت اللي تعمل في حاجة وذاك علاش ما تحبش تصدق، اما هو مش يعملوا فيه حتى شيء. يعني خرجتني مهبول وخرجتني فهمتني بتاع مخدرات. انت تتكلم وتكذب فيا. يعني بصراحة
بصراحة مادام غيرك يقدر انه يصدق، اذا انت قاعد تستخدم في ماكش قاعد تستخدم في المخ العلوي نتاعك. ما تفهمنا عاد هذاك مستكوزي مقيل على الروح. هلا دونك انا قاعده نحكي مع شخص وعي منخفض جدا، هذا هو كل شيء. ذاك علاش لا تستطيع أنك تستقبل معلومة لم تتعود عليها. يعني أنت تماما كما قوم قريش لما قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ميسالش فهمت علاش أنا كلامي غريب عليك؟ خاطر أنت ما سمعت بهذا في آبائك الأولين، فبالنسبة لك أنا نحكي في دو نابورت كوا. هذا هو كل شيء. نفس الشيء الأنبياء والأولياء وكلهم لما جاوا الأقوامهم وتكلموا معهم قالوا لهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نتصورك أنت حتى كان حضر الرسول صلى الله عليه وسلم معاك أكيد راك كذبته بالطريقة هذه. كان يصدق الرسول؟ لا ما كانش رسول ساعتها، كي يحضر ما كانوش مصدقينه. أكيد راك أنت كنت من تابع قوم قريش وكذبت بيه على خاطر الكلام اللي هو جابه والمعجزات اللي حكاها فوق مستوى تفكيرك ومستوى وعيك. أكيد راك كنت من قوم قريش وذاك علاش أنت الآن مكذب. ميسالش تعرفوا القرآن قداش حكى عليهم المكذبين والمستهزئين، أنت منهم. اللهم صل على لو كان كنت أنت في قوم قريش كان كذبت بك، كنت زعيبهم الله. أي كان كذبت برسول الله، قلت له يا رسول الله أنت لطف كما قالوا هما وقالوا ساحر أو مجنون، نفس الشيء. صحيت وقالوا ساحر بالضبط. أو مجنون. به كلمي روحك. لا أنا كلمي. جوك باهي وأمورك طيبة. ربي سبحانه وتعالى يعرف شكون يكلف بمهمة معينة إلا إنسان قادر على أنه يستوعب وأنه يتقبل الناس اللي وعيهم منخفض. مساج دونك ما عنديش حتى مشكلة عادي. مساج يا أخي باش تعمل أنت ربع ما عملوه أقوام الأنبياء لما كذبوا الرسل وضربوهم وكذبوهم وقالوا لهم ساحر أو مجنون. دي ماكش رسولة يا مدام ماكش رسولة وماكش جايبة وماكش جايبة معناها ربع ما يلعبش فيه إنسان مخالفك في الرأي. أنا استدعيتك بحذايا، مرحبا بك، استدعيتك باش تحكي. أنا اختبار ليكم كلكم. إنكم لو أنتم تدعيوا الآن في الإيمان، لو كنتم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنتوا ستؤمنوا به وهو جايب لكم كلام أنتم ما تعودتوش تسمعوه، أشياء غريبة عقولكم لم تتعود عليها. أكيد راكم قلتوا له كان في روح ماش نفس يا دي جاي يصلي يعني بي ما شاء الله. يعني فيش تحكي عايش اختي انت الآن اختبار ليك، هل أنت تصدق أم أنت من المكذبين؟ أنت الآن تماما كيف المكذبين بتاع قوم قريش، نفس الموضوع. والله ربي سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. أنا قاعدة نحكي لك في أمور غيبية أنت لا تؤمن بها، الأمور الغيبية. إذا لو كنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنتش آمنت به، لأنك لا تؤمن بالأمور الغيبية. تجيك روحي تطشلق. تؤمن به الآن فقط لأنك وجدت آبائك على ذلك. سمعت هذا من آبائك وأجدادك فآمنت به، ولكن لما جاتك حاجة جديدة اختبار ليك لم تؤمن به. أنت سيدي بالحسن الآن أكيد عندك قمة في زمنه، هو أيضا قومه أخرجوه، قوم تونس أخرجوه من تونس ولم يصدقوا بما يفعله، وقال يا تونس إنك أحب البلاد إلي ولكن قومك لا يرون لفاضل بفضيلة وهم لأهل الرذيلة أنصار. وتوا تمشي وتسيدي بالحسن وتقولوا سيدي بالحسن ما شاء الله قدس الله سره، لكن في زمنه حبسوه 40 يوم بيت 40 انت تعرفها، وكذبوا به وقالوا عليه ساحر ومجنون. دونك هذه هي حال الناس دايما في كل زمان، يجي إنسان يقدم لهم حاجة مش متعودين عليها يكذبوه وهم مصدقين اللي وفما عباد تصدق فيك انت، معنا فما عباد تصدق فيك بالطبيعة. فما ناس عندهم وعي عالي وقاعدين يطلعوا يبحثوا في جوجل ويعرفوا الكلام اللي نحكي فيه منيش أول وحدة جا. موجود في جوجل كلام، موجود ناس كثيرة بالقدرات هذه، موجود ناس كثيرة اسمهم الشانلينج، اسمهم التليباثي، ابحث عليهم تلقاهم. شنو هذوما؟ احكي لنا. هم الناس اللي عندهم قدرات على التواصل مع النباتات، عندهم قدرات على التواصل مع الأرواح الأخرى، عندهم قدرات تواصل مع أي شيء في الكون، أي شيء احنا نستغربوا أنه نتواصلوا معه. يعني أنت تو مثلا كان نقول لك أنا مثلا كلمت ما نعرفش أنا القمر مثلا، تصدقني؟
ما تصدقنيش. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصدق. شكون قال ما بالكش نصدقك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نصدقك ولا ما نصدقكش؟ باش نحكي لك ما حاجه نصدقكش والله لا نصدقك. لو نقول لك اني انا مثلا فما نص شجره حكيت معاها تصدقني؟ باش تضحك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يخطب في يوم الجمعة يتكئ على جذع نخلة باش يشد به روحه وهو مطول يخطب صلى الله عليه وسلم. فلما صنعوا له المنبر وصعد على المنبر الجذع ولا يبكي، ما سمعوا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو يبكي، فنزل من المنبر وبقى يتكلم مع جذع. الصحابة قاعدين باهتين شبيه خلى الواحد قاعد يحكي مع الجذع ويكلم فيه ويحكي معاه ويضم فيه شنية. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر قال لهم تعرفوا ليش نزلت؟ الجذع أصبح يبكي إني أنا لن أعود أستند عليه في صلاة كل يوم جمعة. موجودة هذه في السنة، موجودة حديث جذع النخلة اللي كان يستند عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث هذا مش ضعيف، هذا ضعيف. وكي نقاوه مش ضعيف يعني حتى كان مش ضعيف نقول لك ضعيف من توا. يعني ضعف صراحة حكيت كما كان ضعف. كذبت بما حصل مع رسول الله. يعني بالنسبة لك الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا سيدنا محمد. هذه معروفة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما كلف بالرسالة كان إذا مشى تكلم معه الشجر والحجر وقال السلام عليك يا رسول الله. باهي. فالرسول صلى الله عليه وسلم رضى وقال له أترضى أن تكون رفيقي في الجنة؟ هنا رضى الجذع وهذا كان يبكي ويئن ورضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف رحمته. شو عمله سيدنا محمد؟ رضى جذع. ليش؟ هذا كيان مش روح، هذا كيان. احنا عنا أرواح لكن هما كيانات، الحجر الشجر أي شيء في العالم هذا هو فيه كيان. ويقدر الإنسان اللي هما تيليباثي هذوما اللي هما قادرين على إنهم تشانلينج، يعني إنهم يكونوا قنوات تواصل بين العالم الإثيري والعالم هذا، إنهم يتواصلوا معاهم ويوصلوا لنا شو اللي يحبوا يقولوه. هذا أيضا تكذب بيها القدرات اللي أعطاها ربي للرسول صلى الله عليه وسلم. أعطاه منها أجزاء للناس أخرين. قدرة الشفاء أعطى شوية لبعض الناس، قدرة الكلام مع الجمادات أعطى شوية لبعض الناس، قدرة البركة في المال أو في الطعام أعطى منها شوية لبعض الناس. هذه القدرات موزعة على بعض الناس، يؤتي الله من فضله من يشاء. فليش تكذب بها الأشياء هذه؟ لأنها مش موجودة عندك. يعني أي حد موجودة عنده فهو كاذب ويتخيل ومجنون. حاول أنك نرتقي معناها تطلع وتتبين وتبحث ونبحث ذات. حاول تبحث. نعم، لأنك مواضيع هذه ما عندكش فكرة عليها. أذيك علاش نقول أنا نقول لك خبيرة في الماورائيات بينما أنت معلوماتك في الماورائيات صفر. كيفاش انت معلوماتك سامحني مثالش انت نفترض انك انت ميكانيكي سيارات، انا لا افهم شيء في الميكانيك، سيارتي خربانه، نجيك انت نقول لك اسمع يظهر لي البوجي محروق. لا انت اش تقول لي وتاش باش تقول لي لا تاش باش تقول لي ولا انت تقول لي ريتها طياره ذيك الكهرباء شردها لك طياره وتمشي للقمره وترجع. تضحك علي انت ولا بيان سور باش تضحك عليك ما شنو لانك انت خبير في الحاجات هذه، فانا نتخيل نفس الشيء. أنت تتخيل مكش خبير في الأمور هذه، تتكلم بغير علم، أنت تتكلم بما بلغك من العلم بينما أنا بلغني ما لم يبلغك. العلم متاعك منين جاي؟ من الله سبحانه وتعالى، إلهام رباني وأدلة كثيرة صارت معي في حياتي وفي ناس شاهدين على ذلك، مش صارت لي وحدي، ناس كثيرة شاهدين على ذلك وشافوه بعينيهم. قل ربي علمني ما لا أعلم وزدني علما وفقهني. ديما أدعي الدعاء هذا، تو ربي سبحانه وتعالى يرسل لك دايما العلم. هذه دعوتي أنا، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما يا رب العالمين. به احكي لنا على المركز متاعك انت شنو يعمل بالضبط؟ ليه انت حكينا على الدورة وحكينا شنو تعالج وكهو. وقتاش عندك دورات جديدة؟ فما دورات في صفاقس وفي صفاقس سايب باش تكون تعديت ساعتها كي انت تعدي. فما دورة في تونس نهار 11 و12 ان شاء الله. دورة في تونس نهار 11 و12 ان شاء الله نعملوا في دورة في سوسة. شكرا ليك. اجا احضر في الدورة وشوف بعينيك الناس وهم خارجين بدكش تصدق ساعتها. ندعوك.
يجي أحضر وشوف الناس وهما خارجين وتأكد من شهادات الناس اللي تتكلم باش تتأكد أنها هي تلقائية جدا 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 وكل واحد يحكي في اللي في قلبه. مشكورة مدام سونيا، اللي تحكي فيه أنت الكل من أول حلقة لآخر الحلقة أنت ممنة به. يخصني أنا فقط. باه. أنت طرقت الموضوع يهمني أنا ويخصني أنا فقط، وحبيت تخرجوا باش يزيد التفاعل، ما أنا ما عينيش باش نحكي بيه خاطر حاليا ما عادش يخص الناس، ما عادش يخص الناس. الموضوع خليته مع روحي لأنه للأسف ردود الأفعال كانت سلبية جدا، وتبين أنه فعليا يعني معاناة الرسل لما كانوا في كل مرة يجيبوا معجزات. أنا ما جبتش معجزة، لا قابلت نبي ولا حكيت مع نبي ولا حضر معايا نبي بذات نفسه ولا ذهبت إلى بيت المقدس وأسري بي وصليت بالأنبياء، فما بالك يعني حاجة تافهة جدا اللي هي في الغرب معروفة جدا، اللي هي الشانلينج والتليباثي والميديومز انهم هما اللي انت تحضر معاهم موجود موجود بكثرة. موجود في انا العالم. ما تكلمت الا وهو موجود في العالم، وعندي الناس يدخلوا لي في الخاص، ناس كثيرة يعانوا في المشكلة هذه. يعني انا تكلمت باش يفهموا راهو عادي، راهو هذه حاجة متاع ربي، راه ليك مهبول وليك مريض نفسي ولا تخليهم يهزوك للرازي، راهي هذه حاجة من عند ربي، انك انت ربي يعطيك قدرة انك تقدر تتكلم معاك. تو الوعي زاد راهو، يمكن انت لكن الوعي زاد سيبني يعني عاد انت لانه ما عندكش بحث في هذه الامور. لكن اللي يبحث يلقى اللي ناس كثيره تتكلم مع الكائنات، تتكلم مع الارواح، تحضر معها ارواح في العالم الكل. في العالم الكل موجوده في العالم الكل الاشياء هذه. لكن احنا بالنسبه لنا كل شيء نربطوه بالدين. ليه مش مكتوب في القران اعمل حرام؟ ما دامك عملت حاجه مش مكتوبه في القران اذا حرام. مش كان المسلمين بالطبيعه هذه حاجه معناها صفه يخلق بها اي انسان. هي نقول لك حاجه، تعرفها قصه الثعلب اللي عنده ذيله كامل ومشي قريه الثعالب اللي ذيلهم مقصوصه، فقعدوا يضحكوا عليه انه ذيله كامله. احنا الان الناس هذوما نشوفوا فيهم غرباء، بينما احنا الغرباء مش هما، احنا اللي للاسف فقدنا هذه القدرات وما عادش موجوده عنا، فاصبحنا نشوفوهم هما شكلهم غريب واحنا اللي عنا الحق وننظروا لهم كمجانين. لكن احنا اللي مدفونه عنا القدرات هذه، ولا هي لو يشاء الله تحيا عنا فقط. هذا هو كل شيء. ندعوكم. انت قلت لي شنو تنجم توجه من رساله، انا نوجه رساله يعيشك يبارك لك. كان الامور هذه انت ما عندكش علاقه بها وما تحبش تعرف عليها حتى شيء، من غير ما تضع تعليقات وتكذب على امور مش اختصاصك، كيما انت تو تتكلم وهي مش اختصاصك باهي، من غير ما تحكي عليها واحسب روحك ما تعرفنيش. اذا انت الامور هذه تحسها تعنيك وساسون كيلكو شوز معاك، ابحث وتبين وتعرف واعرف شعتك ربي واعرف قدراتك وامن بنفسك وما تكذبش وما تخليش الشيطان يدخلك من مداخل يقولك انت مجنون ومهبول ومشرك وساحر وكافر، كيما برشا ناس قاعدين يقولوا في الكلام هذا، لانه ما عندهمش استيعاب انه فما ناس عندها القدرات هذه. نعاود نرجع، ودائما ربي ارسلنا الانبياء كقدوه. ليش ارسلنا الانبياء كقدوه؟ باش نقتديوا بهم. الانبياء في زمنهم سيدنا صالح طلع جمل من جبل، الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به 7 سماء، أسري به إلى بيت المقدس. هذا باش يقول لنا قدوة إنه يوجد معجزات، ربي على كل شيء قدير في العالم هذا. ليش نكذب؟ عند الرسل هم ما كانوش رسل، ما كانوش يؤمنوا بهم قومهم لما كانوا رسل، ما كانوش يؤمنوا بهم. ما آمن بهم إلا من هم الذين مدحهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يعني رقم 1 يؤمنون بالغيب. في سورة الملك آخر الصفحة الأولى، الذين يؤمنون بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. لأنه الإنسان اللي يقولك لا 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 ما شفتش قدامي أنا رمادي، ما شفتش قدامي أنا كذا، لا أؤمن. أنت بالضبط عقيدة قوم قريش، ما يؤمنوا بالإله إلا لما يصنعوه أمامهم ويعبدوه. كيف صحيح. من المكذبين والمستهزئين الذين لا يؤمنون بالغيب. يؤمنوا بالله الإله لازم نصنعوا أمام الإله وباش نعبدو، أما إله مش موجود ما ريتوش ما نجمش نؤمن به.
نفس الشيء الإنسان اللي يكذب بالأشياء الخارقة للطبيعة ويقول ما دامت أنا ما عنديش إذن لا يمكن أنها تكون عندك، وإذا كانت عندك فأنت كافر أو مشرك أو ضال. واضح. مدام سونيا شرفنا بحضورك. يعيشك. أبار معناها مواضيع كل انت كاميرا محليك. يعيشك ربي يبارك لك. وكونتاكتيتك معناها شويه وكل ما شاء الله عليك متربيه متخلقه معناها ما يمنعش الكلام هذا. فهمت. راك شرفتنا بحضورك. يمكن الآراء نتاعك جدلية شوية جدلية شوية ومانيش باش تستوعبها معناها القدام ومانيش مصدقها بصراحة معناها مش اختصاصك ولا يتهمك. أما ظهر لي كنت محترم معك بصراحة معناها ما قللتش الاحترام. ضحكت عليا شوية نضحك عادي باش نضحك والله العظيم نشد في روحي ما والله نضحك حتى الأولاد منا عادي معناها خاطر ماني كافر كافر. قلت لي كافر اي وعي قوم قريش. تاني كافر. هذه انا شاده فيها. ما دامني كافر واني كافر على روحي. قلت لك وعي قوم قريش، الناس اللي لا يصدقون الا بما يرون فقط. ميساج ومرحبا بك ديما في بودكاست مستكوزي. تشرفنا بافكارك الغريبه نوعا ما. فهمت. تخمم عكس السرب. يمكن وهذه بصراحة ما للأسف يعني ما نعرفش علاش تخلقت باش أكون خارج السرب، مش حاجة سهلة. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. نشوفوكم في حلقة جديدة من مستكوزي بودكاست. بسلامة.